فوق. اي تفضل حسن. حسن تفضل. حبيبي، خليني اتحدث وياك بصراحه. احنا صح تحدثنا عن الجوانب السلبيه، بس انا اشوف اكو ايجابيات هواي. بمعنى احنا استفادينا من هذه البطوله. احنا اصلا جينا للبطوله يعني مو فريق ينافس ولا فريق يقدر ينافس. احنا جينا للبطوله حتى نطلع باقل الاضرار. عندنا اخطاء شخصناها قبل لا نشارك بالبطوله، وعندنا بعض المراكز اللي تحدثنا عنها وتاكدت بالمباراتين انه اكو اخطاء فرديه. هسه هذه الاخطاء الفرديه راح نستفاد منها اذا راح يصير اكو تغيير باللاعبين، اذا كان الاتحاد او المدرب او المنظومه بشكل عام تعمل على تصحيح الاخطاء. نتحدث اذا نجي الى الجانب المهم جدا. احنا بمر يعني على مر تاريخ كره القدم الحديثه العراقيه ما كان عندنا خروج بالكره، يعني التدرج بالكره. انتم اذا ملاحظين مباراتين عندنا يعني تدرج، خروج من المدافعين للاعبين الوسط لوصولهم الى الاطراف. احنا واجهنا فرق على مستوى عالي، فبالتالي من تخرج بالكره وتطلع امام منتخبات تمتلك لاعبين وعناصر على مستوى عالي، هذه نقاط ايجابيه. احنا لا نروح على السلبيات، السلبيات مشخصينها، وقبل لا نشارك ببطوله كاس العالم احنا نعرفها. عندنا لاعبين يعني صلاحيتهم منتهيه، اساسيات كره القدم ما يجيدونها. ترى زيد مو وليد اللحظه. زيد ترى من بدايته والولد ما يعرف يمشي بالكره وما يعرف يلعب باص. يعني هاي الحالات مو توها. هو الخطا الاصرار على زيد، يعني وجود زيد بالمنتخب هو هذا الخطا. ترى الولد هو هاي امكانيته. هذه واحده. الشغله الثانيه نبدي نعول عليه من نشتغل البطوله الجايه. عندنا حراسه المرمى بها مشاكل كبيره لازم تتغير. عندنا قلب الدفاع لازم يجي لاعب او لاعبين على مستوى عالي. عندنا حتى قضيه راس الحربه. ترى اخوان خلينا نكون واقعيين. صح ايمن هداف وايمن، لكن ايمن مو مهاجم كامل. ايمن يعتمد بس على الكرات الهوائيه. ما عندنا راس حربه بامكانيه عاليه، فنحتاج تغيير بالمراكز هذه للمستقبل. الطامه الكبرى اللي راح تصير حاليا اذا استغنينا عن المدرب، وكل الاخبار تشير انه اكو استغناء عن المدرب، راح نجيب مدرب محلي، فراح نرجع للمربع الاول. انا اتمنى انه ما نرجع للمربع الاول، واتمنى ان كرة القدم تعول على هذا الانجاز اللي صار. هسه البعض اعتبره اخفاق، انا اعتبره انجاز. ادائنا انجاز، وانا اسف على الاطاله.